خلينا نفهم اكتر عن المرض النفسي. ايه هو المرض النفسي وايه اسبابه المختلفة؟ يعني ليه احمد بيجيله مرض نفسي ومحمد ما بيجيلوش مرض نفسي؟ ففي واحد بياخد الامور على قلبه فده تعبان قوي، في واحد بيطلع من دماغه اول باول فده مرتاح. هل المؤمن يمرض نفسيا؟ ازاي هنعرف ان هذا الشخص لو هو تعبان بشكل معين هل هو مريض نفسي ولا مريض سحر وحسد؟ الناس مش بتشوف الحته اللي قبل المرض النفسي، لكن بتشوف المرض النفسي ساعتها، وبعد كده يقول لك لا ده سحر. انا لما اتقال عليا معمول لي عمل او مسحور لي غير لما يتقال انا عيان او مريض نفسي. طب ما انت اللي عملت في نفسك كده. يعني دايما المرضى دايما اه. بيحبوش الكلمه دي، انت اللي خليت نفسك تكتئب، انت اللي خليت نفسك توسوس، انت اللي خليت نفسك عندك قلق، انت اللي انت دخلت في الادمان. فهنا مسؤوليه، انا عايز اخلع من مسؤوليه التعب. فالسحر ده مش مسؤوليه. القلق هو اكتر مرض منتشر في مصر. انت ما سمعتش عن المدرسه دي حصل فيها تحرش؟ ايوه في 20 مليون طالب، واحد حصل له تحرش من 20 مليون. طب وانا ايش مم. عرفني؟ هي قلبت الايه خلاص، قلبت الايه. احنا مطمنين بوجود الله سبحانه وتعالى وان كل ما هيحصل لنا هو خير. هي قلبت الايه. لا انا مطمن لما اسمع خير عن الولاد. سهل تصدق اللي يخوفك، مش سهل تصدق يطمنك. لولا الانتحار حرام كنت انتحرت. ده كتير جدا بنسمعه.